بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله احنا بقى في رابع يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين. الناس كلها طالعه من العيد عايزه تاكل فسيخ ورنجه، واحنا عايزين ناكل الاكله دي. الاكله دي اللي هي عباره عن ايه؟ ده ربع كيلو فول مدشوش يا جماعه، كام منقوع وصفات عليه الميه دلوقتي اهون. وده بتنجان، وده كيس فول من اللي كنت مفرزاه معاكم قبل رمضان. فكل سنه وانتم طيبين. عايزين بقى نعمل دي طعميه، الربع كيلو ده نعمله طعميه، ونعمل البتنجانتين دول مسقعه. كيس الفول ده نعمله بالزيت والليمون والشطه كده، يبقى خفيف. هي دي الاكل اللي احنا عايزينها. وعايزين بقى جنبها خس، جرجير، خيار، حاجات من دي. هي دي الاكله اللي احنا طالعين من العيد عايزين ناكل. كله بيجري على الفسيخ والرنجه والسردين، واحنا زاهدين الاكل عايزين حاجات من دي. فكل سنه وانتم طيبين وبألف هنا وعافيه. خليكم معانا، يا ريت اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. هندخل على المقادير، احضر المقادير وارجع لكم تاني. ده جرجير وده خس يا جماعه، انا نضفته كويس وهغسله بقى، حطاه في حله واسعه عليه عشان هملاها ميه عليه ومعلقتين خل، عشان اي بكتيريا اي طينه اي ترابه تبقى الحله ما يتغسلش في حاجه ضيقه. الخضار عايز حاجه واسعه عشان اي حاجه تطلع منه، ومكتر الميه عليه كده عشان تغمريه بالميه ينضف كده. حبايبي دي المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا عن بصلايه، فصين توم، عود كزبره، عود جرجير، عود كرات اخضر، حاجات عينات كده. البهارات بتاعتها عباره عن كمون، كزبره ناشفه، ملح، ما بتاخدش اكتر من كده. وده الفول بتاعنا. دي الحاجات الاساسيه بتاعتنا. انت حابه تكتر الخضره جميله وبتدي لها ريحه اقوى وجميله، بس بتسمرها لما تيجي تحمريها. انما هي بتزود القيمه الغذائيه بتاعتها. الخضار في اي اكله حلو، بس لو انت عايزه عشان التصوير واللون المذهب وكده بيسمرها، انما هو حلو فيها. فالخضره دي كتير شويه ترجعلك. فدي المقادير بتاعتها: بصلايه، فصين توم، عود كرات مصري، عود جرجير، عود كزبره، الفول بتاعنا، كزبره ناشفه، كمون عشان فيها توم، الملح. لو الشبت بيسمرها يا جماعه، بلاش شبت. هنقطع بقى الحاجات دي عشان افرمها. قطعت حاجتنا كلها على بعضيها، وهنحط الملح والكزبره والكمون اهو. هتعملوهم بقى على مفرمه يدويه، على خلاط، على كب، على اي حاجه، المهم ان انتوا تفرميهم. ولو على مفرمه يدويه بندي للطعميه والشال على المفرمه العاديه. ليه؟ لانها والوش يبقى خشن، الوش يبقى ناعم. هقلب الحاجات دي بقى ونفرمها مع بعض. حبايبي دي عجينه الطعميه ضربتها وهشه وجميله هي. ودلوقتي احنا لما نيجي نقليها هحط عليها بيضه. البيضه دي بديل البيكنج باودر والكربونات. يا تحطي سنه كربوناته بتاع الطعم، يا تحطي بيكنج باودر، يا تحطي بيضه. البيضه بتخليها هشه ومنفوخه وخفيفه وحلوه. العجينه جميله هي، والخضار بتاعها معقول، مش خضرا قوي يعني، معقول. لا قوي ولا شويه، وسط. دلوقتي احنا هنعمل شويه المسقعه. ما يتخيلوش عمايل الطعميه في البيت، بدي البيت ريحه جميله. ريحه الخضار مع الفول مع التوليفه دي بتبقى جميله جدا. دلوقتي انا حطيت كيس الفول اهو يفك. ودلوقتي حطيت هنا الزيت عشان اقلي البتنجان نص قليه. البتنجان اهو حطيته في الزيت، وهنا حطيت معلقه زيت عشان نعمل التومه والصلصه بتاعت المسقعه. انا كده نزلت بالتومه وقرن شطه ومعلقتين صلصه علشان يسبكهم اهم. انا هقلبهم واسيبهم يشكشكوا شويه اما البتنجان يدبل. وبعدين كده احنا هناخد بقى البتنجان بتاعنا اللون الذهبي ده، ما بنحمروش عن كده، مقصوصه زي دي كده عشان يصفيه من الزيت كويس. وبعدين ننزل هنا في الصلصه. هما بتنجان تاني محندقين كده على قد الغدا وخلاص. الاكله دي تنفع في الغدا، في عشا، في فطار. وهحطه بقى واسيبه يتشكشك مع بعض ويستوي. احنا هنجهز طبق الفول. الفول بتاعنا عباره عن نص ليمونه، سنه كمون، سنه شطه، ملح. مش هنعمله باكتر من كده. نص ليمونه دي بتديله طعم حلو وبتبيض الفول. هحط الحاجات دي بقى. وانت بتحط الملح تراعي ان انت هتحط ليمون، والليمون برضو بيبقى مزز وفي ملح. المعادله دي تراعيها، تحط ملح بسيط عشان تعملي حساب الليمون. مش طبق الفول كده خلص، بس هو مش هيحتاج الا معلقه زيت بس، مش اكتر من كده. كده المسقعه بتاعتنا خلاص استوت اهي. بسم الله ما شاء الله. هو طبق على قد الاكل كده، طبق فول، طبق طعميه، طبق بسم الله ما شاء الله شهيه جدا. وده طبق الفول بتاعي خلصان. حطيت عليه الزيت والليمون والكمون والشطه والملح، مش اكتر من كده. وهحط الزيت بقى على البوتاجاز، اشغل عليه النار علشان نقلي الطعميه بتاعتي.
كده يا حبايبي ايه الاضافه بتاعتنا بقى قبل ما نعملها. بديل البيكنج باودر والكربوناتو هنحط بيضتين. دول بيضتين انا جايباهم من الدكان من السوبر ماركت يعني اهو. وهنضربهم بقى خليها هشه وخفيفه ومنفوخه ومفتحه وحلو. اضربهم بقى ونولع على الزيت ونروح على البوتاجاز عشان نقلي ايه الطعميه بتاعتنا. معايا زيت اهو بيسخن، ودي الطعميه، ودي شويه سمسم عشان نعمل طعميه بالسمسم، ودي ميه عشان احط ايدي فيها عشان ايه ايديا ما تلزقش. كل ما احس ان ايديا تلزق ايه هنروح واخدين بسم الله ونحط ايدنا في الطعميه كده اهو وسمسم اهو اهو. ونسوي بقى. عايزه الطعميه كبيره صغيره دي حاجه ترجع لي كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. الطعميه الاولانيه دي اختبار للزيت، الزيت بقى كويس. احط ايديا عشان تشيل سمسم اهو. اغطي على الزيت عشان ايه اما بنشكلها اللي في الزيت ما تتحرقش. شكل الطعميه بتاعتنا اهي. الطعميه بتاعتنا اهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله نمسحها جميله. القرص ده انت اللي بتحكمي فيه دي اتحمرت بقى جميله اهي. اللي اتعملت بنطلعها بسم الله ما شاء الله على الطعميه وجمالها. عمايل الطعميه في البيت احساس تاني وطعم تاني. الاكله دي احسن من اي حاجه. كمل بقى كده الطعميه بتاعتنا جميله اهي. هنطلع بقى ونرص الاكل بتاعتنا ونوريك الشكل النهائي بتاعها. بيبقى بشكل سفرتنا النهارده فول جميل اهو. الفول عامل زي الكريمه خالص جميل قشطه اهو. دي بالزيت وبالليمون وبالملح والكمون والشطه، ودي مخلل، وده خيار مقطعاه، ودي الطعميه بالسمسم. الطعميه وجمالها اهي يا جماعه. اللي حابب يعرف طريقه الطعميه دي من الاول لاخر يدخل على قناتنا على اليوتيوب. ودي المسقعه بتاعتنا الجميله، ودي طماطم مقطعاها، ودي جنينه خضره بقى عباره عن خس وبصل اخضر وجرجير اهو تشكيله خضار. وده العيش بتاعنا جاي صبح النهارده اهو. عيشنا جاي صبح بسم الله ما شاء الله. وده شكل الاكل بتاعنا النهارده. احنا كنا عايزين نغير فالاكله دي جت على بالنا قمنا عملناها والف هنا وشفا. وتفضلوا معانا ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.